السلام عليكم. تعال اقول لك انت ليه لازم تنزل الجيم حالا وتتمرن. مش هنعمل مقدمه طويله، احنا هندخل في الموضوع على طول. انت بعد اول ساعتين من اول تمرينه ليك كمبتدئ هتحس بطاقه وهتحس بباور، وتحس ان انت كمان عايز تتمرن تاني، وده بسبب ارتفاع هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون، وكمان ارتفاع الدوبامين عندك اللي هيخلي مزاجك رايق وعايز تتمرن اكتر. بعد 8 ساعات هتحس طبعا بالالم العضلي بسبب التمرين، وده لان احنا طبعا قطعنا الالياف العضليه وانت بتتمرن، بس الموضوع ده هيقل تدريجيا مع الراحه والنوم الكويس. حده الالم العضلي بعد التمرين هتقل شويه شويه كل ما هتتقدم وكل ما هتتمرن اكتر. الالم العضلي ده انت اصلا هتدور عليه بعد كده، هيكون بالنسبه لك متعه. ناس كتير من المتقدمين دلوقتي بتدور على تمارين مختلفه علشان تحس نفس احساس الالم العضلي اللي كانت بتحس فيه وهي مبتدئه. مجتمع الجيم مجتمع قائم على الروح الرياضيه وعلى الاحترام، وده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تدخل الاجواء وتحبها بسرعه. يا سلام بقى لو ليك صديق بينزل معاك التمرين وبيساعدك، التقدم هيكون بشكل اسرع. بعد اسبوعين او اقل هتلاقي اوزانك بدات تزيد، وده لان عضلاتك بدات تستجيب للمجهود اللي هي بتبذله، وكمان هتكون عرفت الاداء الحركي الصحيح لكل تمرينه. بس دايما خلي اوزانك تزيد واحده واحده علشان تتجنب اي اصابه. بعد شهر، وطالما وصلنا لبعد شهر يبقى كده التمرين بقى اسلوب حياه معاك وبقى من اساسياتك اليوميه. ساعتها هتحس ان انت فعلا بقى بدات تتغير، هتتغير على مستوى الاكل الصحي اللي انت بدات تهتم بيه، وبدات تدور على افضل الاكلات اللي بتديك بروتين، تديك كرب صحي، تديك دهون صحيه. كمان مستوى او الصحه العامه بالنسبه لك هتكون بدات ترتفع. مرونه جسمك زادت، كمان شده جسمك او شده جسمك بدات تختلف. لو كان عندك شويه تقوس هتلاقي ظهرك بدا يكون مفروض بشكل اكبر. كمان لو كان في شويه الام او شويه حاجات بتعاني منها هتبدا تحس ان هي بدات تقل تدريجيا او تختفي. كمان عندك مثلا زي الام اسفل الظهر، زي مثلا الصداع، العصبيه الزياده، التوتر. كمان ثقتك في نفسك هتزيد، وكمان هتحس ان انت دماغك بقت رايقه بصوره اكبر، وده زي ما قلنا بسبب ان انت الدوبامين عندك هيكون اعلى. نسبه الدهون في جسمك والترهل هيقل، وطبعا هتستبدلها بقوه عضليه وبعضلات. مناعه جسمك هتزيد لان الرياضات القويه زي كمال الاجسام بتساعد بشكل كبير جدا وبتساهم في زياده قوه المناعه. زياده هرمون الذكوره لان كلنا عارفين ان الرياضه بشكل عام بتزود من افراز هرمون التستوستيرون، فايده كده ولكنها هتهم البنات بشكل اكبر وهو نقاء بشره الوجه. كده احنا اتكلمنا في شويه حاجات بسيطه من الحاجات الكتير جدا اللي هيعملها لك نزولك للجيم. تعال بقى نتكلم على شويه حاجات بسيطه كده عايزك تكون عارفها. الحاجات دي اول حاجه عايز اقولها لك ان انت دبس نفسك ان انت تروح تدفع اشتراك الجيم. صدقني ده من ضمن الحاجات اللي هيخليك تلتزم. ان انت تقول هروح اجرب طيب تمرينه واشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي، ده مش هيخليك تلتزم. الاشتراك هيخليك تلتزم والفلوس هتخليك تلتزم. الحاجه الثانيه، انت مش مطلوب منك في اول تمرينه غير ان انت تسخن جسمك بشكل عام وبس. اتعرف على الاجهزه، حاول تعرف كل جهاز وظيفته ايه على قد ما تقدر، ما تحشرش الموضوع كله في دماغك، كل حاجه هتيجي واحده واحده، ولكن في البدايه سخن جسمك بس واحده واحده. في جيم اسمع كلامه حتى لو مش مقتنع بيه، هو عنده خبره عنك شويه، معلش اسمع كلامه، هو هيدلك على التمارين اللي المفروض ان انت تتمرنها في البدايه وعلشان تتجنب الاصابه، والاصابه هتخليك تقعد في البيت وهتقفل من الجيم. ما لقيتش كوتش عندك ممكن تروح لاي حد قديم او خبره في الجيم هتساله، صدقني ما فيهاش اي كسوف، وهو مش هيبص لك اي نظره تعالي، لان كلنا او اي حد اول يوم ليه في الجيم مر بالموضوع ده، فبالعكس هو هيكون عايز يساعدك. في ناس هتكون عايزه اصلا تساعدك ولكن محرجه ان انت ممكن تحرجها وتقول له مالكش دعوه خليك في حالك. صدقني اي حد في الجيم هيساعدك. واحب اطمنك ان الفتره دي مش هتطول، في البدايه بس لحد ما تعرف التمارين وتعرف الاجهزه وتتعود. كمان ممكن يساعدك في ده بشكل كبير جدا ان انت تتفرج على فيديوهات تعليميه للتمارين، فيديوهات تعليميه وليست فيديوهات استعراضيه، لان 3/4 الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب هي فيديوهات استعراضيه، عايز يبين هو بيرفع وزن قد ايه. مش مهم قوي الاداء او التكنيك او الاداء الحركي الصحيح، هو اهم حاجه عنده ان هو يوريك هو بيرفع وزن قد ايه. حاول تدور على الفيديوهات التعليميه علشان تعرف منها الحركه الصحيحه لكل تمرين. ولحد كده نكون ذكرنا شويه فوائد صغيره كده من الفوائد الكتيره جدا لنزولك الجيم او التمرين او الرياضه بشكل عام. لو استفدت من الفيديو وعجبك ما تنساش تدي لايك على الفيديو وتعمل شير وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. لو في حاجه معينه عايز نتكلم عنها سيبها لي في التعليقات وانا هعمل لك فيديو عنها. سلام.